بشرتك جافه وحاسه ان مرونتها قلت، او مفاصلك بتوجعك، سامعه كتير عن موضه الهيالورونيك اسيد. تعالوا نتكلم ونفهم ايه ممكن يعزز الهيالورونيك اسيد في جسمنا من الطبيعه من غير مكملات. معاكم إيمان الجندي، استشاري تغذية علاجية، سمنة ونحافة ورياضيين، حوامل ومرضعات، أطفال وبالغين، وكبار سن، وذوي أمراض مزمنة. الهيالورونيك اسيد بيرطب الجلد وبيحافظ على المفاصل تكون مرنه، لكن انتاجه في الجسم بيقل مع التقدم في السن او التغذيه الغلط، التغذيه الغير صحيه. طيب نعمل ايه؟ تعالي اقولك على اهم 5 حاجات هيعززوا انتاج الهيالورونيك اسيد في جسمنا. اول حاجه مرقه العظم. انا عايزه اقول لكم ان العظم ده ثروه، لانه بيكون مليان كولاجين وهيالورونيك اسيد. الخضار الورقي زي الكرنب والسبانخ، ومعاهم كمان البنجر والتوت. كل الحاجات دي بتحمل هيالورونيك اسيد من التكسير في جسمنا. فيتامين سي، وده بيكون موجود في الفلفل الالوان، في الجوافه وفي البرتقال، وده بيساعد ان الجسم يصنعه وينتجه بشكل افضل. المكسرات والبذور، وخصوصا اللوز والكاجو وبذور اليقطين، علشان المغنيسيوم والزنك مهمين جدا في التصنيع. اهم سر بقى في الموضوع، اهتمي بالزبادي. الزبادي بتكون مهمه جدا علشان الامتصاص يكون مظبوط. عايزه اقولك ان حاجات بسيطه جدا زي طبق شوربه العظم اللي كنا بنتكلم عنها، او حفنه مكسرات، ممكن تفرق جامد جدا في بشرتك ونضاره البشره وكمان مفاصلك. وما تنسيش اعملي شير للفيديو وجربي كلي ال5 حاجات وتعاملي مع النصايح، واكتبيلي في الكومنتات وقوليلي بشرتك حصل فيها فرق ولا لا.